يا اهلا بكل متابعينا ومتابعي راديو حكايه. معاكم نشوى علي في حلقه جديده من برنامج بالعكس على راديو حكايه. البرنامج اللي بنبدل فيه الكراسي وبنعيش الحياه من زاويه جديده عمرنا ما فكرنا نبص منها. البرنامج اللي بنعيش فيه تجربه شخص جديد، يمكن نقدر نفهمه ويمكن كمان نقدر نفهم نفسنا، بس الأكيد إن هيكون في مساحة للتفكير. وزي ما عودناكم نزلنا سؤال حلقتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وكان السؤال بيقول: هل احنا اتربينا صح؟ وهل انت لو مكان ابنك او بنتك دلوقتي هل هتتقبل تربيتك؟ النهارده حبيت ابتدي معاكم الحلقة بقصتين، بس القصتين لخصوا حكاية الحلقة. بس الأكيد إن احنا هنطلع بالقصتين دول وهنتأكد إن احنا فعلا السبب الرئيسي اللي بنخلي ولادنا يبعدوا عنا، وقد إيه ولادنا محتاجين لمساحة للحوار بينا. القصة الأولى: كنت في ماك، وعلى فكرة كنت بحضر الحلقة مش عشان محدش يجي يقول لي إن احنا مقاطعة. اللي لفت نظري اول ما قعدت كان في اسره مكونه من اب وام وطفله صغيره. الطفله دي لا تتعدى عمرها تقريبا عن 4 سنين ويمكن كمان اصغر من كده. من ساعه ما قعدت والام عماله تزعق في الطفله دي وبتعاقبها على عنادها معاها طول النهار، وانها مش عايزه كانت تروح التمرين، وعماله تحكي لباباهم قد ايه ان البنت عنيده وقد ايه تعبتها عشان ما تروحش التمرين الصبح. البنت كان نفسها جدا تغير اللعبه بتاعت الوجبه. الام كان ردها عليها: عقابا ليكي على اللي عملتيه معايا طول النهار هتاخدي اللعبه دي. لدرجه ان هي حطت لها كاتشب على البطاطس بتاعتها، والبنت قالت لها: انا مش بحب البطاطس، عايزه اغيرها. الام رفضت وقالت لها: عقابا ليكي على القرف اللي سببتهولي طول النهار، انت هتاكلي البطاطس بالطريقه دي. انتوا متخيلين؟ انا بجد انا ما كنتش متخيله ان ازاي ام تتكلم مع طفله ما تعرفش اصلا يعني ايه عناد، ما تعرفش يعني ايه انها سببت لها قرف. والاصعب كمان ان الاب قاعد وموافق الام على اللي تعمله في بنتها. القصه الثانيه ان احنا كنا في النادي، كنا قاعدين مع اصحابنا وبنتكلم، وفجاه في ام صوتها عالي وبتزعق لبنتها وقاعده مع اصحابها بنتها كمان. والام بتقول لبنتها: انا خلاص زهقت منك، انت ردودك كلها قله ادب، انا ما بقتش عايزه اسمع منك اي حاجه ولا اي مناقشه. كل ما البنت تحاول تشرح لمامتها او حتى اصحاب البنت يحاولوا يشرحوا للام المشكله فين، الام كانت رافضه تماما انها تسمع. فجاه لقينا البنت وقامت وقفت واتكلمت بمنتهى الهدوء وقالت لها: انت دايما عندك كل حاجه صوت عالي، انا نفسي مره واحده تفهميني وتسمعيني وتفهمي المشكله فين. وسابتها ومشوا معاها اصحابها. انا هنا حقيقي ما شفتش بنت بتبعد عن امها، انا هنا شفت بنت بتبعد عن الامان اللي المفروض الام توفره لها وتحسسها بيه. انتوا متخيلين الام بتعمل ايه في القصتين؟ انتوا متخيلين قد ايه ان الام كسرت ثقتها واحساس الامان بالنسبه لبنتها؟ انتوا متخيلين الام عملت ايه؟ احرجت بنتها قدام اصحابها وكسرتها. احنا المشكله ان احنا اتربينا في زمن، وتربينا في بيئه، اتربينا من نظره، اتربينا على الصح والغلط، اتربينا ان احنا من نظره بنفهم احنا صح ولا غلط، اتربينا ان في خطوط لمواضيع احنا ما ينفعش نتخطاها، احنا اتربينا ان لما يجي ضيف نسلم وندخل، احنا اتربينا ما ينفعش البنت صوتها يبقى عالي، احنا اتربينا ان ما ينفعش نتاخر بره، ما فيش حاجه اسمها ننزل مع اصحابنا، احنا اتربينا على حاجات كتير منها ان ما ينفعش نتناقش، لازم الاب والام كلامهم يتسمع حاضر وطيب. بس زمن ولادنا غير، بيئتهم ومجتمعهم اللي عايشين فيه غير. ولادنا مجتمعهم فرض عليهم فكر ومقارنه، نقاش، محاوره. ولادنا قدامهم كل يوم 100 قدوه وقدوه، من تيك توك، بلوجرز، سوشيال ميديا، شهرة كذابة، كل حاجة حواليهم. احنا نفسنا على فكرة، احنا نفسنا مش ملاحقين على التغيير اللي بيحصل في المجتمع. عموما احنا وصل لنا رسائل كتير منكم على صفحتنا بينت قد ايه ان فعلا ولادنا محتاجين
اللي يسمعهم. واللي لفت نظري ان اغلب الرسائل دي جات لنا من سن 15 16 سنه، لا وكمان جات لنا من امهات بجد نفسهم يحطوا ايديهم على الطريق ان هم يقدروا يصلحوا المشكله اللي حصلت بينهم وبين ولادهم. اول رساله جات لي من بنت عندها 15 سنه بتقول لي ماما مش بتسمعني، كل ما اتكلم تقاطعني. ماما عندها لغه الحوار صوت عالي، ولو قلت لها يا ماما اسمعيني انا بجد متضايقه، ترد عليها وتقول لها ايه اللي ضايقك؟ هو انت بتحسي بحاجه؟ انت لو تشوفي اللي انا شايفاه مش هتتكلمي اصلا. طيب انا ذنبي ايه؟ ايه علاقتي بكل ده؟ جات لنا رساله تانية من ولد عنده برضو 15 سنه بيقول لي انا بابا بيزعق لي قدام اصحابي وقدام اي حد، وممكن كمان يمد ايده عليا. حجته ان هو عايز يربي راجل. انا بقيت بتهته في الكلام ومبقاش عندي ثقه لا في نفسي ولا حتى ثقه في بابايا. انا بقيت بخاف منه، انا ما بقيتش بحبه. وجات لنا رساله من اب بيعاتب نفسه وبيقول يا ريت لو كل اب وام بيسمعوني. رسالته كانت بتقول انا كان نفسي ابني يشوفني الاب السند، لكن لما قال لي يا بابا انا تعبت ومخنوق كان ردي عليه انت كبرت، المفروض تشيل مسؤوليه نفسك وتحل مشاكلك بنفسك. بدل ما اكون له الاب السند لقيت نفسي نسخه من اب انا كنت برفضه. اخر رساله كانت من ام لبنتها، والام دي بتعترف ان هي غلط. بنتي انا عارفه انك بتكرهيني، انا بشوفها في عيونك، بس انا لما بزعق فيكي وصوتي بيعلى مش بكرهك، انا بخاف عليكي بس مش بعرف اقولها. انا اتربيت على الخوف، اتربيت لو غلط يعني صوت عالي وصريخ، وان الحب ده قله ادب وممنوع وعيب وما يصحش وما ينفعش اتناقش. بس انتي علمتيني ان الحب امان ومساحه، ويمكن لسه عندي فرصه اتعلم واصلح غلطي. انا نفسي بس ان احنا ندي نفسنا يعني ناخد كده ايه زي ما بيقولوا ايه لحظه نفكر. انت لو رجعت بيك الزمن لورا، ارجع شويه لورا، هتلاقي نفسك بتقول انا لما اكبر انا استحاله هربي ولادي زي ما انا اتربيت، انا استحاله اكون زي امي اللي بتزعق لي، انا استحاله اضرب ولادي زي ما بابا كان بيضربني، انا استحاله اوجع ولادي زي ما انا اتوجعت. احنا وعدنا نفسنا بحاجات كتير، بس فجأة لما بقينا في نفس الكرسي لقينا نفسنا بنكرر نفس التصرفات، ويمكن كمان بنفس الجمل والنبرة الصوت العالي وبنفس الوجع اللي احنا حسينا بيه وجعنا بيه ولادنا. التربية لعمرها كانت صوت عالي ولا شبشب طاير. التربية يعني حضن، يعني احتواء لولادنا، يعني سند ليهم. تعالوا نفتح صفحة جديدة واكتبوا سطورها مع بعض انتوا وولادكم. مش بقول مش هتختلف، لا اكيد هتختلفوا، بس الطريق اللي هتتناقشوا بيها هتختلف، وهيحاول وهيتعلم من غلطه ومش هيكرر. اولادنا مش اعدائنا، هم امانه في رقبتنا. ودايما بدل الكراسي وشوف الحكايه بالعكس. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا. كنت معاكم نشوى علي في حلقه جديده من برنامج بالعكس.